ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ ايه اللي بيعمله فيريرا؟ اسئله كتيره بتدور في اذهان الجماهير وبتدور في اذهان عشاق ومحبي البلانكو الابيض او الملك الابيض او الملكي الابيض نادي الزمالك المصري. مشاكل كتيره، احداث كتيره الفتره اللي فاتت حصلت. فيريرا نفسه ما بقاش هو فيريرا، وده السؤال المهم النهارده وده موضوع الفيديو النهارده. ليه فيريرا بقى كده؟ هل فيريرا يا جماعه بيفكر في الشرط الجزائي او بيفكر في نفسه وبيحاول ان هو يعمل كل ده عشان الاداره تمشيه، يعني اسلوب تطفيش كده، او ان هو يحاول يخلي الاداره تمشيه عشان يعمل ده ويخلي نفسه دايما في مواجهه مع جمهور الزمالك ويكره جمهور فيه ويخلي رصيده او الكريدت بتاعه عند جمهور نادي الزمالك يفضل ينتقص منه لحد ما ينتهي تماما؟ ما اعتقدش ان مدير فني ممكن يفكر بالتفكير البدائي او الرجعي ده. لكن في حاجات كتيره بتحصل في الملعب غريبه، تحس ان بعد مباراه بيراميدز حتى ان اللعيبه نفسها فقدت الدوافع، ان هو نفسه فقد الدوافع. الصوره الشهيره ليهم اللي اتحطت قبل المباراه، قال لك الكابتن احمد عبد المقصود ان هي كانت قبل المباراه، والبعض بيقول ان هي كانت احداث خلال احداث اللقاء. يعني صوره يعني بائسه جدا وصوره صعبه جدا ان اي حد يشوف المنظر ده، ان انت بتضحك جوه المباراه والمباراه منتهيه بالتعادل والجمهور، او المباراه قربت تنتهي للتعادل والجمهور حالته يعني النفسيه سيئه جدا بعد الاخفاقات المتتاليه في دوري ابطال افريقيا. مفيش شك ان فيريرا محتاج ان هو يراجع نفسه قبل اللعيبه، لان هو بالطريقه دي اعتقد ان استمراره في كل دقيقه بيقعدها جوه نادي الزمالك هي بمثابه جريمه في حق نادي الزمالك، وبمثابه جريمه في حق الجمهور، وبمثابه انتهاء الموسم كرويا في كل البطولات لنادي الزمالك في الفترة القادمة.